اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. تعالوا بقى نعمل شوية شوربة نابت كده من البداية خالص، من أول التنبيت لحد التسوية، لحد ما نعمل الطبق الجميل اللي انتوا شايفينه، طبق الزمن الجميل، طبق النابت اللي احنا كلنا بنعشقه، واللي هو فعلا شوربته بتبقى جميلة جدا، ويا ريت دايما نعمله. طيب في مقطع كده طبعا كنت مصوراه من فترة، ففي مقطع كان محذوف مني، وهو ايه بقى المقطع اللي انا بليت فيه الفول. طبعا اول حاجة هقولك على الفول لازم تجيبي الفولة الكبيرة، الفولة البلدي، الفولة اللي هي تكون لونها فاتح، ما تجيبيش اللون الغامق، دي اول حاجة. طيب هننقع الفول ده قد ايه؟ هننقع الفول دوت 24 ساعة. يعني لو بليتيه الصبح، تاني يوم الصبح تبداي ان انت تطلعيه من الميه بتاعته. انا كان نفسي اصوره كامل، بس للاسف الشديد الفيديو ده كان بقاله فتره مركون عندي، فطبعا المقطع دوت اتحذف. المهم طبعا احنا مع بعض برضو ماشيين خطوه بخطوه، وانا اقول لكم على كل التريكات اللي انتوا عايزين تعرفوها. بجيب الفول، ببدا اغسله زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده ما بغسله بنقعه في الميه بتاعته واسيبه 24 ساعه. وبعد ال 24 ساعه ببدا ان انا اصفي الميه اللي عليه. وتعالي نمشي بالخطوات بتاعتنا اللي انتوا شفتوها دلوقتي. بجيب بقى معايا الفول زي ما انتوا شايفين، وبجيب شاش زي ما انتوا شايفين كده، وببدا ابل الشاش بتاعي كويس قوي، وارجع اخد الفول اللي انا كنت غسلاه. طبعا هو الفول هنا ده كان تاني يوم ما انا عملته، يعني انا كنت صفيته وخلصته، ده كان تاني يوم. حتى لو انتوا لاحظتوا التنبيته بتاعته بدات تطلع شويه. جبت طبعا مصفى معايا، وفردت في المصفى دي بقى كده شاش يكون موجود عندك او فوطه تكون موجوده، وبدات كده اصفي الفول، لان انا مش عايزه في الفول ميه خالص، علشان ريحه الفول، ريحه ميه الفول هتبقى وحشه وهتخلي ريحه الفول مش كويسه. وبدات طبعا زي ما انتم شايفين الشاش اللي عندي كده متغطي، يعني شاش نظيف وشاش ابيض كده ونظيف، وفي نفس الوقت انا بلاه ميه، لازم يكون مبلول ميه ما يكونش ناشف. وبدأت كده هعمل الموضوع ده لمدة كام يوم، 3 أيام متواصلين. في ال3 أيام الصبح وبالليل. الصبح همسك الفول أغسله، ولازم تغسلي الفول علشان ما يعملش ريحة مش كويسة. الصبح هغسل الفول، وبعد الغسيل هغسل الشاشة بتاعتي اللي أنا حاطاه فيها، وهصفيها من المية، وهبدأ إن أنا أعمل فيهم نفس المرحلة كده. هتتكرر المرحلة دي معايا كذا مرة. طيب كده كان ما شاء الله الفول معايا اتنبت والامور بتاعته كانت تمام. تعالوا بقى ندخل على التسويه مع بعض ونشوف سويناه ازاي. اول حاجه طبعا جبت حله على النار زي ما انتم شايفين كده، وحطيت فيها الفول وسبتها كده تغلي. طبعا الميه بتاعتي كانت لسه دافيه، ما كانتش غليت كويس لان انا كنت مستعجله، بس هو المفروض ان احنا بنغلي الميه بتاعته الاول ونرجع ننزل عليه بالفول. بس الاتنين هيأدوا نفس الغرض، مفيش مشكله، بس اهم حاجه لو احتجتي ميه تزودي بميه سخنه، اوعي تحطي ميه ساقعه. بدأت يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الفول داخل على غليان. ايه بقى اللي هحطه في الفول؟ عشان انا عايزه اشرب شوربه نابت، صح، شوربه نابت كده، احس ان الشكل، يعني ما هو دايما الفم بياكل قبل العين العين بتاكل قبل الفم يا جماعه. فطبعا لما تكون الحاجه شكلها حلو انت هتشجعي ان انت تاكلي منها. انا مش عايزه شوربه سودا ولا شوربه شكلها مش كويس، لا، انا هعمل شويه شوربه يبقوا ولا شوربه اللحمه. هبدا كده زي ما انتم شايفين. اول حاجه طبعا بدا يغلي معايا، نزلت فيه ببصله زي ما انتم شايفين كده، وعصرتين من الليمون. هو المفضل ان انت بتحطي الليمونه سليمه، بتقطعيها نصين وبتحطيها سليمه. طبعا انا كان عندي عصير ليمون وما كانش عندي ليمونه سليمه، فحطيت برضو ليمون. طب ليه الليمون؟ الليمون علشان ما يخليش الفوله بتاعتي تسود، وعشان ما يخليش الحله برضو بتاعتي تسود. يعني الليمون له عامل اساسي، وما تخافيش مش هيمرر، مش هيعمل اي حاجه. طبعا البصلايه زي ما انتم شايفين كده، والليمون اللي انا حطيته، عصرتين الليمون اللي انا حطيتهم، وكانوا بقى غلوا زي ما انتم شايفين. وهبدا انزل عليهم بمكعبين من المرق. انا عايز اشرب شويه شوربه كده يكونوا طعمين ويكونوا ليهم طعم كده وحاجه جميله. طبعا زي ما انتم شايفين كان خلاص بدا يدخل على سوا معايا زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا هو عشان سخن جدا فانا مش متحكمه ان انا ادوس عليه. طبعا لسه هسيبه كمان شويه معايا، وهشوف الاضافات التانية اللي هحطها له ايه. بدات طبعا بقى ان انا دلوقتي كان خلاص معايا، شايفه الفوله بتاعتي اسودت، هبدا انزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي هحطها، واظبط الملح بتاعي، واشوف الطشه بتاعتي الحلوه اللي انا حطيتها. انا ما حطيتش طماطم يا جماعه، انا ما بحبش احط الطماطم نيه، انا بحب اسبك الطماطم. هعمل له شويه تسبيكه كده
يعني هيبقوا تحفه، يدوني اللون الاحمر الجميل علشان انا بحبها حمرا. انت مش عايزاها يكون لونها احمر وعايزاها اللون اللي هو الطبيعي بتاع الفول، خلاص حطي الطماطم مع البصل ساعه ما تحطيه واعملي طشه زي طشه الملوخيه وطشيها عليه. بتحبيه زي حالاتي كده يكون احمر كده ولونه جميل كده، يبقى هنعمل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا احنا كنا خلاص ظبطنا بقى الدنيا زي ما انتوا شايفين، وهنبدا بقى دلوقتي ننزل معانا كده بمعلقتين من الزيت يا جماعه. الفول النابت ما بيتحطلوش سمنه، الفول النابت بيتعمل بزيت. هبدا بقى انزل زي ما انتوا شايفين كده بمعلقه كده حلوه من التوم، عايزه تقللي تزودي براحتك في التوم ده براحتك. وهبدا بقى زي ما انتم شايفين كده هبدا اقلب فيها لحد اللون بتاعها ما يصفر، واكون مجهزه الطماطم بتاعتي اللي انا هحطها عليها. دي طريقتي اللي اتعلمتها يعني من امي، وامي كانت متعلماها من امها، يعني اجداد بنوصلها لبعض، وبصراحه بحبها جدا. ولما بنعمله كده بنشربه كده، عايزه تاكليه بالعيش بتاكليه، عايزه تشربيه شوربه بتشربيه، حاجه جميله جدا يعني. زمان كده كانوا بيحبوا يروحوا عند السيده زينب عشان كان الفول ده بيبقى موجود، وما زال يتهيألي لحد دلوقتي موجود، ويطلبوا الطبق كده ويشربوه، كان بيبقى حاجه جميله. طبعا دلوقتي قليل قوي اللي بيعملوا في بيوتنا، بس انا دايما بحب اعمل كل حاجه علشان اولادنا يعرفوا كل حاجه يعملوها ازاي. وطبعا الشوربه دي بتبقى جميله جدا، شوربه جميله جدا جدا. طريقه النبت سهله وبسيطه، هتعمليها بمنتهى السهوله ومش هتزهقي منها خالص. بدات خلاص طشيت الطماطم بتاعتي زي ما انتم شايفين. بدات طبعا هنزل بمعلقه من الكزبره الناشفه، معلقه من الكمون، معلقه من البابريكا، وطبعا معلقه السكر عشان حموضه الطماطم، واظبط الملح بتاعي، ومعلقه فلفل اسود صغيره. وهخليها بقى لما تستبك معايا خالص، وهرجع انزل بيها على احلى شوربه فول. طبعا هنا حبايب قلبي كده، لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك 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 عشان نرفع الفيديو كده ونكبر بيكم ومعاكم احلى اخوات في الدنيا. عفوا يا جماعه. كانت خلاص بقى التسبيكه معايا ما شاء الله، كانت حمراء وجميله وعامله ازاي. اهم حاجه الريم باستمرار، حوش الريم اللي على وش الفول، ما تخليش الريم ده موجود. هنا بقى كنت نزلت بالتسبيكه بتاعتي. التسبيكه بقى مع الطماطم دي بتطعم الفول وبتخليه طعمه حكايه. زي ما انتم شايفين اللون بقى جميل جدا. البصل اللي انت شايفاه ده مش عايزاه طلعيه عادي، على فكره لو كلتيه برضو مع الفول هو طعمه بيبقى حكايه. عايزه تزودي بقى تحطي فلفل، عايزه تزودي تحطي ورق لورا، ولا يعني عايزه تعمليها شوربه كملي حطي ورق لورا، حطي لها اللي انت نفسك فيه وعايزاه حطيه. ممكن تحطي بصله، تحطي ورق لورا، تحطي قرن فلفل، عايزه تحطي جزريه حطي اللي بتحبيه حطيه، ما تشغليش نفسك، بس اهم حاجه تحطيها سليمه، بحيث ان بعد السوا لو عايزه تخرجي الحاجات دي كلها بتخرجيها وتطلع زي ما هي سليمه. طبعا احنا هنا البصل بناكله مع الفول عادي، فانا سبته مفيش اي مشكله. هنا كان خلاص معايا استوى، وكان ما شاء الله طعمه كان حكايه، وريحته كمان كانت حلوه، وتاكدت ان السوا بتاعه تمام. كل المطلوب ان هو هيغلي بس يا جماعه. اول ما يبدا معايا بالغليان كده هبدا اروح منزلاه من على النار على طول، واشرب احلى طبق شوربه نابت. ما تقوليش لعدوينك عليه، قولي لحبايبك بس. اهم حاجه حبايبك اللي يشربوا من الطبق الجميل دوت، النبت بتاعنا التحفه الجميل ده. طيب الكميه اللي انا عاملاها دي عاملاها كميه كبيره، لان زي ما قلت لكم هقول لحبايبي عليها، فطبعا لازم ادوق حبايبي منه. طيب علشان هو يعني قليل قوي اللي بيعمله، فطبعا لازم لما نعمل حاجه زي دي كلنا بندوق منها، ربنا يخلي الحبايب كلهم. طيب لو انت بقى حاسه ان الكميه دي كبيره عليكي، وحاسه ان بقى انا مش هعمل ايه ده كله، ده كميه كبيره، انا عملت كيلو والكيلو كتير عليا، خلاص اقسميه نصين، وهاتي كيس كده وحطيه في قلبيه النص التاني، وارميه في الفريزر، وما تزهقيش خالص، وعادي مفيش مشكله. معقوله كده مش هيجرى له حاجه؟ مش هيجرى له اي حاجه. وقت ما تعوزيها تطلعيه، وقت ما تحبي تعملي شوربه نابت في اي وقت هتكون الشوربه موجوده عندك، وتطلعيه تعمليه في اي وقت. طبعا ولا هينعم ولا هيجرى له اي حاجه، بالعكس خالص خالص، هتعمليه وتمشي معاه بنفس الطريقه، بس هيكون موجود عندك في الفريزر، بتطلعيه وقت ما تحبي تعمليه. يا سيدي على الجمال يا سيدي، والله الشوربه دي لو ترجع تاني بس يا جماعه ما كنتش قادره اقول لكم هيحصل ايه. خلصنا بقى هنا، وكانت الشوربه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله طلع طعمها تحفه وحكايه. بتمنى ان هي تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.